لعشاق الجبنة القديمة والمش الفلاح الأصيل. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة من أجمل الوصفات اللي بيعشقها ناس كتير، وهنبدأ في تحضير المش بكل خطواته لحد ما نوصل لجبنة قديمة بطعم مكون ولون جميل وريحة تفتح النفس. هقولك كل أسرار نجاح المش الفلاحي من أول مرة تحضريه، وهحللك كل المشاكل اللي ممكن تقابلك في المش الفلاحي، سواء كان المش فاصل أو حتى خفيف. ولو انت أول مرة تشوفيني يسعدني جدا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. في البداية لا نسمي الله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مين قال ان احنا من جبنة الصيف ما نقدرش نعمل الجبنة القديمة في البيت؟ معايا كيلو ونص من الجبنة القريش، انا عاملاه في البيت بنفسي. جبت اللبن وروبته وعملت منه جبنة قريش ناعمة ومشطبة وزي العسل. واخدت كمان الشاش اللي بينزل من الجبنة، هنستغله في المش الفلاحي دلوقتي. واول حاجة بحضرها هي اني هشرش الجبنة اللي معايا. في طبق بحط شوية ملح عليهم معلقة من الشطة الناعمة، وكمية الملح والشطة بترجع لكمية الجبنة اللي هنعملها. عشان الجبنة اللي معايا مش كتير فأنا مش مكترة ملح وشطة. لو هنسرش جبنة كتير هنكتر ملح وشطة أكتر من كده. بقلب الملح في الشطة كويس وبحضر مصفى وتحتها طبق عشان الشرش اللي ينزل من الجبنة ينزل في الطبق، علشان هنحتاجه في تحضير المشي الفلاحي. بلف الجبنة بالملح كويس وبغلفها من جميع الجوانب زي ما انتم شايفين. ودي أهم خطوة في نجاح الجبنة القديمة، إن نلف الجبنة كويس جدا بالملح. وخرط الجبنة اللي بلفها بالملح بحطها في المصفى، وبكمل بقية الجبنة اللي معايا كلها بنفس الطريقة. عايزة أقولك إنك لو تعملي كمية جبنة أكتر من كده، يعني 4 كيلو أو حتى 10 كيلو، هتلفي الجبنة بالملح وتحطها على صينية وترصي الجبنة فوق بعضها مفيش أي مشكلة. وكل الجبنة ما تنزل شرش هتصفيه من الصينية لحد الجبنة ما تنشف وتبطل تنزل شرش. وبعد ما نخلص لف الجبنة بالملح، لو بقى شوية من الملح كده بنحطهم عليها. وما تقلقوش خالص من ضغط الملح كتير على الجبنة، علشان الملح هو اللي بيحفظ الجبنة بعد الخزين. بعد بنلف الجبنة بالملح بنسيبها قد إيه؟ بما إننا في الصيف والجو حر بنسيبها يومين 2 بس. أما لو بنخزن جبنة الشتا فبنسيبها أكتر من 5 أيام، علشان في الشتا الجو بيبقى برد والجبنة بتاخد وقت لما بتجمد. نفهم من كده إن احنا بنشرش الجبنة عشان احنا عايزينها جامدة. احنا بنشرش الجبنة عشان احنا عايزين الجبنة جامدة، علشان لما نحط الجبنة في المش ما تدوبش وتبوش، ونيجي نطلع الجبنة عند الاستخدام ما نلاقيش جبنة ونلاقيها دابت وبقت مش. بس ما تسيبوش الجبنة في الصيف أكتر من يومين مشروشة عشان ما تنشفش منكم بزيادة. وبعد ما عدى يومين على الجبنة مشروشة، كان ده بقى شكلها. الجبنة بتاعتي نشفت وصفت الشاش اللي فيها كله. نقلتها في طبق وهركنها على جنب. دلوقتي هجيب شوية الشاش اللي نزلوا من الجبنة في الطبق وهضيف عليهم شوية الملح اللي في المصفى. احنا نستفيد من كل حاجة معانا، مش بنرمي حاجة خالص. وهنركنهم على جنب. الخطوة اللي بعد كده، معانا شاش الحصير بتاع الجبنة اللي نزل من اللبن الرايب بعد ما حطيناه في الحصير عشان نعمل جبنة قريش. حطيته في حلة ورفعته على النار ونزلت فيه 3 4 معالق ملح. بقلب الملح في شرش الحصير لحد ما يدوب، وبسيب الشرش الحصير يغلي، علشان الشرش الحصير اللي معانا هيبقى أساسي في تحضير المشي القديم. ولو انت ما بتعمليش الجبنة القريش في البيت بنفسك ومش متوفر عندك الشرش الحصير، عايز اقولك ان انت ممكن تقدري تجيبيه من اي سوبر ماركت، بيبقى موجود في السوبر ماركت مكان الجبنة البراميل او الجبنة الصفايح. هنغليه كويس جدا وهنطفي عليه وهنسيبه يبرد. الخطوة اللي بعد كده، لو عندك مشي قديم زي اللي عندي ده، المشي ده والدتي الله يرحمها هي اللي كانت عاملahولي، عندي في مطبخي ومقدرش استغنى عنه. مشي قديم، طعم ولون وريحة، قديم قديم يعني. وزي ما انتم شايفين، لا سوسة ولا دودة، والمشي لف وقوامه زي العسل. وعشان تعملي مشي بالشكل ده لازم يكون عندك على الأقل كوباية منه، يعني يكون عندك حتى ولو ملو كوباية مشي قديم خميرة عشان يديك الريحة والطعم بتاع الجبنة القديمة. دلوقتي هركي المشي القديم اللي موجود عندي ده على جنب، وهجيب شرش حصير اللي غليته وبردته ومجهزاه قبلها بيومين 3 من وقت ما كنت بحضر الجبنة القريش في الحصيرة. وهضيف عليه كوبايتين من المشي القديم اللي موجود عندي، يعني تقريبا كده قد نص كيلو مشي قديم، علشان يدي المشي الجديد اللي بحضره ريحة وطعم المشي القديم. بضيف عليهم كمان شوية الشرش اللي نزلوا من الجبنة علشان نزود كمية المشي اللي بنعمله، وكمان نستفيد من الشطة والملح اللي موجودة فيه.
باضيف عليه كمان 3 4 معالق هرسة شطة. عندِك هرسة شطة ماشي حُطّي منها، ما عندكيش هتجيبي الفلفل الأحمر أو الشطة الحامية، الحمرا برضه، وهتضربيها في الخلاط وتضيفيها عليه، هيدّيكِ نفس النتيجة، بس أهم حاجة وأنتِ بتضربيها ما تضيفيش عليها مَيّة خالص، علشان المِش بعد كده ما يدوّبش. ولو ما عرفتيش تضربي الفلفل أو الشطة في الخلاط بدون إضافة مَيّة، ممكن تاخدي كوباية من شارة الحصير اللي إحنا غليناه وتضيفيها عليه، هيبقى أمن وأفضل طبعًا. باضيف عليه كمان نُص كوباية من العسل الأسمر، وما تقلقوش من إضافة العسل الأسمر على المِش، هو مش بيأثّر فيه ولا بيحلّيه ولا أي حاجة، ده بالعكس مع مرور الوقت بيخلّي المِش ينعم وقوامه يلِف ويتقل ويبقى مضبوط، ومستحيل المِش يفصل منكم أبدًا، ده غير بقى إن بيدّي للمِش لون جميل جدًا. ضِفت كمان كيس ملح صغير وزنه 200 جرام، باقلّب الملح وبقية المكونات اللي ضفتها على شاشة الحصير كويس، عشان المكونات كلّها تندمج في بعضها. وأنا باقلّب المِش في بعضه هاقول لكم أنا عملت إيه تاني. أنا معايا تقريبًا كده يا جماعة 2 كيلو من شارة الحصير، ضِفت عليهم 3 4 معالق من هرسة الشطة، ضِفت عليه كمان نُص كوباية عسل أسود، وكيس ملح 200 جرام. والإضافة اللي ما نقدرش نستغنى عنها في تحضير المِش، كوبايتين المِش القديم، علشان ناخد طعم وريحة المِش القديم. ودلوقتي هاقول لِك إيه البديل للمِش القديم لو مش موجود عندِك. ممكن تستبدلي المِش بإضافة المُرد، والمُرد دي كلنا عارفين بيطلع من إيه، بيطلع من الزبدة الفلاحي لمّا بنسيّحها، الطبقة اللي بتتبقى في أرضية الحلة بعد تسييح الزبدة، هي دي بتكون المُردة. بعد ما بنصفّي السمنة ناخد المُردة ديّة وبنضيف عليها معلقتين ملح وبنرفعها على النار، ومع التقليب المستمر لونها بيغمق أكتر وبتبقى لون الجبنة القديمة بالضبط وبتبقى ريحتها جميلة. بنطفي عليها ونسيبها تبرد وبنضيفها على شاش الحصير. موجودة كمان في السوبر ماركت أو في الأسواق مع تجار الجبنة والسمنة. بتجيبي علبة نُص كيلو كده وبتضيفيها على المِش، تمام. ودلوقتي علشان المِش اللي أنا حضّرته كان قوامه خفيف، جبت خرطتين جبنة من الجبنة القديمة اللي عندي ومسكتهم وفرفتهم في قلب المِش ونعمتهم بإيديّا زي ما أنتم شايفين، علشان قوام المِش بتاعي يتقل وكمان يبقى مضبوط، وكمان باعلّي نكهته وطعمه أكتر. هاقول لِك كمان على بديل للمِش القديم والمُرتة لو مش موجودة عندِك، أو لو ما عرفتيش تجيبيها من برّه. كلنا عارفين القشطة، وأغلبيتنا دلوقتي بقى بيجيب القشطة بالصفيحة علشان يخزّنها، وقبل ما يخزّنها لازم نضربها عشان نطلّع منها الزبدة. أمّا نيجي نضرب القشطة أو نرُبّها علشان نطلّع منها الزبدة، بيطلع معانا كمان الخَض. الخَض ده إحنا ممكن نستخدمه في أي مُعجّنات، بيبقى ريحته حلوة أوي ومعجّناته جميلة. النهارده بقى إحنا مش هنستخدمه في المُعجّنات، إحنا هنستخدمه في تحضير المِش. هناخد الخَض ده ونحطه في حلة، ونحط عليه معلقتين كبار مليانين من الملح، ونرفعه على النار، ونهدّي عليه النار خالص، ومع التقليب المستمر بين كل فترة والتانية، لونه بيغمق ويبقى زي المُرتة بالضبط، وبتبقى ريحته حلوة أوي ومالية المكان. بنسيبه يبرد وعلى طول بنضيفه على شاش الحصير، وبنكمّل بقية الخطوات عادي خالص. باشوف ناس كتير بتعمل مِش بدون إضافة جبنة قديمة أو مُرتة أو مِش قديم وخَض، ويقولوا عليه ده مِش قديم. إزاي يا جماعة ده مِش قديم؟ هو أي نعم بياخد نفس اللون والشكل، لكن طبعًا الريحة والطعم مستحيل. المِش القديم ده يا جماعة بيورّث وبياخد سنين وسنين علشان يقدم كده وياخد ريحة وطعم جميل. الخطوة اللي بعد كده حضّرت مصفى وصفيت المِش بتاعي علشان يبقى قوامه ناعم. عايزة أقول لِك إنِّك لو ما عندكيش جبنة قديمة وقوام المِش بتاعِك خفيف، هتستبدلي خرطتين جبنة اللي حطيناهم قدام دول بخرطتين جبنة قريش. يعني هتجيبي خرطتين جبنة قريش وتفرفتيهم في قلب المِش، وبعد إضافة الجبنة على المِش بتحضّري مصفى وتصفّي المِش، قوامه بيتقل معاكِ وينعم ويبقى زي الفل. طَب المِش موجود عندي فيه دود أو سوس أو المِش فاصل أو حتى مُر. هاقول لِك إزاي تتخلّصي من السوس والدود الموجود في المِش نهائيًا وما تشوفيهوش في المِش تاني خالص، بدون إضافة خميرة دود أو أي حاجة تانية. السر في إضافة قرون الشطة الحامية اللي أنتم شايفينها دي يا جماعة. بنجيبها وبنغسلها كويس وبننشفها وبنضيفها على المِش. يعني مثلًا الكمية اللي حضّرناها ديّة بنضيف عليها ربع كيلو من الشطة الحامية، الحمرا يا جماعة مش الخضرا، علشان الشطة الخضرا بتزرق المِش وتبوّظه. وقبل ما بنضيف الشطة على المِش بنصفّيه الأول وننضّفه ونتخلّص من الدودة والسِّل الموجودة فيه، وبعد كده بنضيف عليه الشطة. وعلاج المِش الفاصل الشمس، لو أنتِ عندِك بلكونة بينزل فيها الشمس بتطلّعي برطمان المِش بتاعِك وتحطيه في جنب في البلكونة. الشمس بتخلّي المِش يسخن ويغلي وياخد قوام مضبوط. عايزة أقول لِك كمان طول ما برطمان الجبنة في الشمس في البلكونة يعني، مستحيل المِش يدوّد منِّك أو يكون فيه سوسة. وبالنسبة بقى لمرارة المِش، تأكدي إن المِش بتاعِك لو مُر هيكون المِش بتاعِك عادب، دوقي كده هتلاقيه عادب، ناقصه ملح كتير. يبقى الحل الوحيد في الحالة ديّة هو إضافة الملح، ضيفي كمية ملح على المِش هيضبط معاكِ ويبقى زي الفل. بنضيف الجبنة في البرطمان وبنحط عليها المِش، بنغطي البرطمان كويس وبنحطه في أي مكان في المطبخ، وممكن كمان تحطيه في البلكونة زي ما قُلت لِك. ولو حضّرتِ المِش بالطريقة بتاعتي وبنفس الخطوات اللي أنا قُلت لِك عليها، هيبقى عندِك جبنة قديمة في خلال شهر بالضبط. لأ ومش أي جبنة قديمة،
ده أحلى بكتير من اللي بنشتريها من برّه، وأنضف وأوفر طبعًا. وب8 كيلو واحد جبنة قديمة من اللي بتشتريه من برّه، هتعملي 2 كيلو من الجبنة القديمة في البيت. اعملي المِش والجبنة القديمة في البيت بنفسِك، بنفس الطريقة وبنفس الخطوات، وتسلم إيديكِ وعينيكِ مقدمًا، وبألف هنا وشفا على قلبكم. ولو لسه مكملة معايا ووصلتِ معايا لحد هنا والفيديو عجبِك واستفدتِ مني ولو بمعلومة بسيطة، ما تنسيش تحطّي لايك للفيديو، وتنوريني باشتراكِك في القناة، وتفعلي الجرس علشان يوصلِك كل جديد. واشوفكم بخير الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.